في جزيرة غامضة وسط المحيط مجموعة مغامرين بيلاقوا بيضة أفعى عمرها ملايين السنين، لكن بدل ما تبقى اكتشاف تاريخي بتقلب حياتهم لجحيم. أفعى عملاقة ومطاردة مرعبة، وكل خطوة في الجزيرة ممكن تبقى الأخيرة. يا ترى مين هينجو ومين مصيره يكون وجبة للتعبان؟ ومن الأساس إيه اللي خلى تعبان عملاق زي ده يبقى موجود؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة، فيلا بينا. بيبدأ الفيلم في وسط البحر مع 3 من علماء الحفريات، والتلاتة دول بيكونوا بيدوروا على بيضة أفعى قديمة جدا جدا، ورئيس الاتنين دول بيكون اسمه تشينج. وبنشوفهم بيقدروا يلاقوا البيضة، وبنعرف انهم بيدوروا عليها من زمان قوي، وده لان البيضة عمرها 60 مليون سنة. لكن فرحتهم دي ما بتكملش بسبب ان الأفعى والدة البيضة بتظهر، وبتبقى أفعى كبيرة جدا جدا. ووسط البحر الأفعى بتهاجمهم وبتخلص على أول واحد منهم، وزوجة الشخص اللي تهاجم من الأفعى بتطلب من تشينج يدي للأفعى البيضة ويحميهم. لكن دكتور تشينج ما بيرضاش خالص، وبيزهق من زنها عليه وبيرميها في البحر وبتموت. وبعد اكتر من 15 سنة بنشوف الدكتور تشينج بعد ما كبر، وبيبقى قاعد مع صديق ليه اسمه وايز، وبيقول تشينج الوايز انه مش قادر يلاقي الجزيرة اللي هم بيدوروا عليها. وبنعرف ان الجزيرة دي هي الجزيرة اللي عليها الافعى، وانهم عايزين يكتشفوها. وهنا بيوري له وايز صورة، وبيقول له ان في شخص التقط الصورة دي وهو عارف هو مين وهيقدروا يوصلوا له. وبيروح تشينج لشخص اسمه بيزو، وبيفضل يضربه وبيأمره يجيب له الشخص اللي صور الصورة دي. فما بيكونش في ايد بيزو حل تاني، وبيوافق انه يساعده. وبنروح لشخص اسمه جو، وده بيكون الشخص اللي صور الصورة. وجو العصابات بتتلم عليه وبيبقوا عايزين يضربوه، لكنه بيقدر يجري منهم. وفي الاخر كلهم بيتجمعوا حواليه، ولكنه بيخلع شبشبه وبيفضل يضرب فيهم. وهنا بيسمع جو صوت بيزو بينادي عليه من البحر، وبينط جو في البحر وبيوصل لعند القارب بتاع بيزو. وبيكون على القارب ده 2 بنات اسمهم مينج وسوكوا. وبيقول بيزو لمينج انها شبه الاكس بتاعت جو جدا جدا، لكن جو بيقول ان مفيش شبه نهائي. فالبنات بيوروا له الصوره وبيطلبوا منهم يودوهم للمكان ده، بحكم انه هو اللي مصور الصوره ويعرف المكان. لكن جو ما كانش موافق، ولما عرف ان في فلوس كتيره هتدفع بيوافق. وما تقلقوش، لحد الان سوكوا ومينج مش من اتباع تشينج، بس خليك مكمل في الاحداث وهتعرف حاجات ما تعرفهاش. وبيتحرك بيهم جو للمكان بتاع الجزيره، وكلهم بيصحوا في الليل بيلاقوا فيه عاصفه كبيره، وبيربطهم جو بحبل كلهم مع بعض، وبيعرفهم ان ممكن المركبه تغرق ولازم كلهم يبقوا مع بعض علشان يفضلوا متجمعين. وبتدخل المركبه في دوامه وبنلاقيها غرقت، والفريق بيصحى على شط البحر في النهار. وبيصحى جو وبيقوم يفوق بيزو بسرعه، ولما بيفوق بيزو بيقوم يصحي مينج. ولما مينج بتصحى ما بتلاقيش سوكوا، فبتتخض عليها وبتصرخ وبتنادي عليها، ولكننا بنشوف ان سوكوا قدامهم اصلا وخايفه من سلطعون البحر اللي بيكون جوه الجمجمه. فبيقوموها وبيضحكوا عليها لانها خايفه من سلطعون. وبعد كده بيقرروا انهم يدخلوا داخل الجزيره ويستكشفوا اللي جواها. وهم داخلين بنشوف افعى كبيره جدا في المكان، لكن مفيش حد فيهم بياخد باله منها. والمهم وهم في الغابه بيقف بيزو في مكان، ولكن مره واحده في نبته بتلف حوالين رجله، وبيحاول بيزو ينقذ نفسه لكنه ما بيعرفش، والنبته بتبقى قويه. وهنا بيتدخل جو وما بيكونش عارف يشد بيزو من النبته، فهنا بيفتكر انه قرأ عن النبته دي وانها ما بتحبش الميه، فبيعمل جو حمام بول على بيزو. وفعلا النبته بتسيبه، وبعد ما بيقوم بيزو بيبقى متضايق بسبب اللي عمله جو معاه، وبيتضايق اكتر لما بيعرف انهم كان معاهم ميه وكان ينفع يساعدوه بيها عادي جدا. لكن جو بيفضل يقول له انه ما كانش يعرف. وبعد كده بيكملوا في طريقهم في استكشاف الغابه، وهم ماشيين بيلاقوا بحيره وبيجري بيزو وبينط يعوم فيها، وكلهم بيستمتعوا بوقتهم. ولما بيطلع بيزو بيجيب ميه وبيروح يتكلم مع سوكوا وبيسالها تشرب، لكن سوكوا بتبص له وحش وما بترضاش تجاوبه. فهنا بيروح يسال مينج لو تشرب، ولما بيشوف جو البتاعه اللي بيزو جايب بيها الميه بيتصدم، وبيقول جو لبيزو ان دي قشره بيضه افعى. فهنا بيتصدم بيزو وبيرميها. وبنشوف في الوقت ده واحد من بعيد بيراقبهم، فبتلمحوا مينج وجو وبيجروا وراه، ولكن لحد ما بيوصلوا للمكان اللي هو كان فيه بيختفي الراجل ده وكانه لم يكن. وبيدي جو لمينج الحصان اللعبه اللي وقع منها، وبيطلع ان الحصان ده غالي جدا لقلب مينج. وبنرجع فلاش باك وبنعرف ان اللي عمله لها ابوها واداه لها، وقال لها انه هيرجع لها هو ووالدتها لما يخلصوا شغل، وهيعملوا لها حديقه حيوان كبيره جدا. ومن ساعتها وابوها راح الرحله بتاعته وما رجعش، وهي منتظره على امل انه يرجع لانه هو وامها وحشوها جدا. وبنفوق من ذكريات مينج وبيرجعوا مع بعض للمكان اللي الفريق بتاعهم كان فيه، لكنهم ما بيلاقوش حد نهائي في المكان، وبيخافوا جدا على بيزو وسوكوا وبيبصوا حواليهم في كل مكان بيلاقوا صخره مرسوم عليها المكان اللي سوكوا وبيزو موجودين فيه. ولما بيروحوا لعند المكان ده بيتفاجئوا باشخاص مسلحين في كل مكان وبيقعدوا بعيد وبيراقبوا المكان، لكن من غير ما يشوفوا بيتفاجئوا باتنين وراهم مثبتينهم بالسلاح. وبيدخل
بيدخل المسلحين بيهم للمكان بتاعهم. وهنا بيزو بيقابل جو وبيقوله ان القعده هنا كويسه جدا جدا. وبيخرج الدكتور تشينج من الخيمه وبيتعرفوا كلهم على بعض. وفي الليل بنشوفهم كلهم قاعدين بياكلوا مع بعض. وتشينج بيقول لهم ان عنده مركب وانه عرف ان القارب بتاعهم اتدمر فهيبقى ياخدهم معاه وهم راجعين للمدينه. فكلهم بيوافقوا طبعا. ولكن بنلاحظ ان جو ما بيكونش مرتاح نهائي ولا بيكون عاجبه تشينج ولا رجالته. وبيسالهم تشينج لو هم شافوا اي حاجه في الجزيره دي من اول ما جم. وبيسالوه حاجه زي ايه. بيقول لهم حاجه غريبه زي حيوان عملاق او حاجه زي كده وانه بيعمل ابحاث عن الجزيره دي. فبيسالوه برضه ابحاث عن ايه. فهنا الحارس بتاع تشينج بيرد وبيقول لهم انها اسرار وما ينفعش تطلع. وقبل ما يقوم تشينج بيقول لهم انهم لازم يمشوا في تاني يوم وانه يبعت حد بالقارب بتاعه معاهم علشان يمشيهم لان الجزيره هنا مش امان وفيها كائنات ممكن تاذيهم. ولما بيقوم تشينج هو والحارس بتاعه بيقول تشينج للحارس انه يخلص عليهم لانهم ما بقاش ليهم اي لازمه. وبيقول جو لمينج انه مش مستريح لهم لكن مينج بتقول له ان مفيش حاجه تانية يعملوها غير انهم يستريحوا لهم دلوقتي. وفي الليل بيصحيهم جو وبيقول لهم انهم هيهربوا من الناس دول لكن وهم بيحاولوا يهربوا بيطلع عليهم الجنود ولكنهم بيتحاصروا من الدكتور تشينج ورجالته. وهنا الدكتور تشينج بيقول لجو انه فضل وراه كتير جدا وانه كان بيدور عليه من بدري جدا جدا وده لاجل انه يوصله بالجزيره اللي ليه اكتر من 15 سنه بيدور عليها ومش قادر يلاقيها. ووسط ما هم بيتكلموا بيلاقوا الافعى العملاقه دي ظهرت وبتبلع واحد من رجاله تشينج. فكل اللي واقفين بيطلعوا يجروا وبنشوفهم بيتمشوا مع بعض لحد ما النهار بيطلع عليهم. وبتفضل تعتذر مينج لجو لانها هي اللي جابته لهنا وكان زمانه دلوقتي عايش حياته بشكل طبيعي. ولكنه بيقول لها انه مش زعلان ولا حاجه وبتقول له هي فاهمه انه ما جاش معاها لاجل الفلوس وانه جه معاها علشان هي فعلا شبه الاكس بتاعته مش اكتر. وبيكملوا طريقهم وفي الوقت ده بيبقى مطلوب منهم انهم يعدوا من فوق بحيره صغيره. ولما بيعدوا بيلاقوا ان البحيره فيها حاجه مش تمام ومره واحده في واحد من رجاله تشي بيتسحب لتحت الميه. فعلى طول كلهم بيخرجوا من البحيره وبيكونوا مرعوبين. وغير كده بقى بيلاقوا نحل سام جاي عليهم فكلهم على طول بيطلعوا يجروا وكل واحد بيدور له على مخبأ يستخبى فيه. وبياخد جو مينج وبيروحوا يستخبوا مع بعض. وبيزو وسوكوا وهم مع بعض مره واحده بيظهر لهم الراجل اللي جري من مينج قبل كده وبياخدهم معاه. وبعد كده مينج وجو بيخرجوا من مكانهم وبيدوروا على اصحابهم لحد ما بيوصلوا للمكان اللي الشخص ده هو واصحابهم فيه. والشخص ده لما بيشوف مينج تاني بيخاف وبيطلع يجري مع انه كان مكتف فيزو وسوكوا. ومينج بتجري وراه وما بتسيبوش المره دي لحد ما بتوصل لعند المكان اللي هو عايش فيه. وبتلاقي حيوانات خشبيه كتيره جدا متعلقه. وبنشوف الراجل اللي جري من مينج قاعد على الارض وماسك نفس الحصان الخشبي اللي مع مينج. وهنا مينج بتقول له ان والدها ادالها نفس الحصان اللي معاه ده وقال لها انه هيرجع لها ويعمل لها حديقه حيوانات. وبتقول له انها مش عايزه حديقه الحيوانات بس عايزه والدها. وبتعرفه انها مينج بنت وبيطلع انه ابوها فعلا وده بيكون نفس الشخص اللي كان مع تشينج على المركب. وهنا الاتنين بيحضنوا بعض وبيبقى والدها فرحان بانه شافها مره تانية بعد زمن طويل. ولكن في اللحظه دي بيهجم عليهم تشينج ورجالته وبيطلع انه لسه فاكر والد مينج وبيهدده انه هيخلص على بنته لو ما جابلهوش بيضه من بيض الافعى. فبيضطر والد مينج انه يوافق وبيجري بسرعه جدا على مكان عش الافعى وبياخد من عندها بيضه من وسط بيض كتير جدا وبيجري بسرعه في الغابه لحد ما بيرجع لتشينج ورجالته وبيديله البيضه وبياخد بنته وبيهرب بيها من المكان. ومره واحده الافعى بتهجم على تشينج ورجالته ورجاله تشينج بيضربوا نار على الافعى لكن بدون فايده والافعى بتفضل تاكل فيهم واحد ورا التاني. وتشينج بيجري وبيسيب رجالته وبيلاقيه جو وبياخده يخبي معاهم. ومع مينج وابوها بيفضلوا يجروا لحد ما بيطلع النهار عليهم. وبتقول له مينج يقف وانها مش هتهرب من على الجزيره من غير اصدقائها ولازم ترجع تجيبهم. وبيكون والدها مش راضي ولكنه في الاخر بيوافق على طلبها. ورجاله تشينج بيكون الخوف بدا يتملكهم وبيكونوا عايزين يهربوا لكن مساعد تشينج بيقول لهم ان اللي هيمشي مش هياخد اي فلوس. وهنا الكل بيبدا يتكلم وبيزعقوا لكن في شخص لابس نظاره بيضرب اللي بيتكلم وبيسكتهم. وبنشوف تشينج وجو وباقي الفريق مشيوا كتير جدا وتعبوا فبيقرروا انهم يقعدوا يستريحوا شويه. وهنا بيتكلم تشينج وبيعرض عليهم انهم يهربوه ويخرجوا من على الجزيره دي كلهم في مقابل انه هيديلهم مبلغ مالي كبير جدا لكن ده في مقابل انهم يحموه ويخرجوه من الجزيره بالبيضه سليمه. لكن بيتعصب عليه جو وبيتخانق معاه وبيقول له انه ما ينفعش يسيب مينج لوحدها في المكان ده. فهنا بقى بيتضايق بيزو وبيقول له ان مينج مش حبيبته اللي ماتت وانها مجرد واحده لسه عارفها بقاله يومين بس مش اكتر وانه هيعرض حياتهم كلهم للخطر لو ما هربوش كلهم دلوقتي فالافضل انهم يوافقوا بعرض تشينج. وهنا بيسكت وبنلاحظ عليه انه متضايق جدا بسبب الكلام ده وبيروح يتمشى في الغابه وبيوصل لعند شجره معينه كده وبيطلع انه دفن حبيبته في المكان ده وانها كانت معاه قبل كده على الجزيره لكنها ماتت
بسبب الأفعى. وبيعلق جو صورة حبيبته على الشجرة وهو حزين، وبعد ما قعد جنب الشجرة شوية بيقوم يمشي، وكمان شوية بيوصل عند الشجرة مينج وابوها وبيلاقوا الصورة، وحرفيا في الصورة بتتفاجئ مينج ان حبيبة جو فعلا شبهها جدا جدا. وفي اللحظة دي بيسمعوا صوت تشينج بيصرخ بسبب الأفعى اللي بتجري وراه، فبيتحركوا على مكان الصوت، وبيمسك والد مينج تشينج وبيحاول ياخد منه البيضة لأن الأفعى لو أخدتها هتسيبهم عايشين، فما كانش تشينج راضي يسيبها وبيتخانقوا مع بعض، وده بيكون عايز البيضة وده عايز البيضة. فهنا بيتدخل جو وبياخد منهم هما الاتنين البيضة، ولكن هنا بتهدد سوكوا بيزو بالمسدس وبتقول له ان البيضة لو ما رجعتش للدكتور تشينج هتخلص عليه. وهنا بتكشف لنا عن حقيقتها وانها بنت الدكتور تشينج اصلا. ومرة واحدة الافعى بتهجم على المكان وكلهم بيتسمروا في مكانهم، وبتبلع الافعى سوكوا. وهنا كلهم بيخافوا وبيطلعوا يجروا بسرعة، وهم بيجروا بيوصلوا لعند عش الافعى وبيتصدموا بكمية البيض اللي في كل حتة. وبيكون تشينج منبهر بالبيض ده كله لان كل ده قدامه يعتبر فلوس مش اكتر، ما بيكونش خايف على حياته ولا حياة غيره. وبيمسك تشينج بيضتين، لكن الافعى بتوصل المكان وبيوصل كمان المكان باقي رجالة تشينج، وبيفضل والد مينج يقول له يرمي البيض لكن تشينج ما بيرضاش. فهنا في افاعي صغيرة بتخرج من كل حتة في المكان، والافاعي دي بتخلص على الدكتور تشينج وبيهجموا على باقي رجالته وكل اللي في المكان. وبنشوف رجالة الدكتور تشينج كلهم بيقعوا واحد ورا التاني، ما بيكونش عارفين يدافعوا عن نفسهم من الافاعي. وبنشوف جو وبيزو بيهربوا على الشط، لكن بيفتكر جو مينج وبيقرر انه ما يتخلاش عنها وبيرجع لها بسرعة. ما بيكونش فيه خيار تاني قدام بيزو غير انه يرجع مع جو، وبيتقابلوا هما ومينج ووالدها وبيتحركوا كلهم على الشط وبياخدوا القارب علشان يتحركوا. لكن هنا بيلاقوا واحدة من رجالة تشينج لسه عايشة، فبينادوا عليها بسرعة علشان تيجي تهرب معاهم. لكن للأسف مرة واحدة الأفعى بتهجم عليها وبتبلعها، وهنا الأفعى بتقف وبتستعد للهجوم عليهم. لكن بينزل جو من المركب وبيقول لهم يتحركوا هم، وبيمسك سلاح البن وبيضرب نار على الأفعى، لكن الأفعى ما بتتأثرش بحاجة وبتضربه بديلها وبتوقعه على الأرض. فهنا بينزل والد مينج وهو ماسك قنبلة وبيقول لجو يركب، وبيركب جو المركب وبيطلب منه والد مينج انه يحمي بنته وياخد باله منها. وبتفضل مينج تصرخ على والدها وبتقول له ما يضحيش بنفسه، وبيتحرك جو بالقارب في المية، ووالد مينج بينط جوه بق الأفعى بالقنبلة وبيفجر نفسه هو والأفعى. وبتحزن مينج جدا على والدها اللي ما كملتش يومين في حضنه بعد غياب 15 سنة ما بينهم. وبعد كام يوم بنشوف الفريق وصلوا على الشواطئ الساحلية أخيرا، وبنشوف طفل صغير واقف على الشط وبيلاقي بيضة تعبان كبيرة، وبيخلص الفيلم وبس كده. سلام.